وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، شفيع المذنبين وإمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات الله رب العالمين. صل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة الصادقين الطيبين المخلصين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجمعنا بهم مع رسولنا الكريم في جنات الخلود في مقعد صدق عند مليك مقتدر بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، مرحبا بكم، آواكم الله، سددكم الله، نفعكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. هداكم الله وأصلح بالكم، أدخلكم الجنة عرفها لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يوم طيب مبارك ولقاء طيب مبارك في هذه السلسلة الإيمانية الأخلاقية المباركة. بالأخلاق نحيا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن ينفع بها البلاد والعباد، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا حول هذا الخلق المبارك الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشره وأعلنه لصحابته الكرام وربى عليه الصحابة رضي الله عنهم، ألا وهو خلق الوفاء. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أروع الأمثلة في الوفاء. الوفاء أولا مع ربه سبحانه وتعالى، وكان دائما يصلي ويسجد ويدعو الله عز وجل ويبكي بين يدي الله عز وجل. وعندما سأله بلال ابن رباح رضي الله عنه: هون على نفسك يا رسول الله، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. يرد الجميل لله عز وجل وفيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكرنا في اللقاء السابق الوفاء أولا يكون لله. لا بد للإنسان أن يكون وفيا مع ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وأحسن صوره وأحسن خلقته سبحانه وتعالى. خلقنا رب العالمين وأسبغ علينا النعم. خلقنا رب العالمين ومهد لنا هذا الكون كله من أجل الإنسان. قال ربنا: ولقد كرمنا بني آدم. تكريم ما بعده تكريم. وسخر لكم الآيات كثيرة. سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الوفاء لله بأن تطيع أمر الله، وأن تجتنب نهي الله، وأن تقف عند حدود الله. الله عز وجل يحذرنا فيقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. أن تطيعه فيما أمر بكل ما أمر سبحانه وتعالى، وأن تجتنب فيما نهاك عن كذا وكذا لابد أن لا تفعله، لأن في هذا النهي خير لك أيها الإنسان أن تطيع أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن تقف عند حده. جعل الشيطان عدو. قال ربنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالوفاء أولا يكون لله، والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفاء لرسول الله ألا تقدم كلامك على كلام النبي، وألا تقدم رأيك على رأي النبي،
وألا تحرم ما حله النبي، وألا تحرم ما أحل النبي، ألا تقدم قولك على قولك. عندما تسمع قال رسول الله لابد أن تنصت، لأن كما قال ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وحثنا إليه ودعانا له، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه بكل ما آتاكم وما نهاكم عنه فانتهوا. الوفاء لرسول الله ألا تقدم قولك ولا رأيك ولا فعلك ولا كلامك على قول وفعل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى وفاء زوجته، هو يعلمنا الوفاء في البيوت، لأن الوفاء في البيوت للأسف النهاردة بقى عملة نادرة، يعني قليل من الناس إلا ما رحم رب من يتعامل به. لو طبقنا هذا الخلق في بيوتنا والله لعشنا عيشة سعيدة هنية مباركة. انظر إلى وفاء الزوجة السيدة خديجة رضي الله عنها وصفها النبي قال كانت خديجة أما في الحنان وحبيبة في الفراش رضي الله عنها وارضاها. قال عنها النبي لقد كانت خديجة أما في الوفاء ومثلا يقتدى به في الوفاء. أحبها النبي عليه الصلاة والسلام وما تزوج عليها في حياتها قط، مع أنها كانت يعني امرأة كبيرة في السن، لكنها كانت وفية لزوجها وضربت لنا أروع الأمثلة في الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي ما نسيها لا في حياتها ولا بعد مماتها. لما نزل جبريل في المرة الأولى على رسول الله وهو في غار حراء يتعبد لله عز وجل، نزل جبريل في أول مرة على هيئته الحقيقية. النبي ما رأى ملكا من ذي قبل، وعندما وصف جبريل، وجبريل ليس كأي ملك، وصفه النبي قال جبريل له 600 جناح، ما بين الجناح والآخر ما بين المشرق والمغرب. انت متخيل سيدنا جبريل في حقيقته لأول مرة ينزل على قلب رسول الله. لما رآه النبي ارتعش وارتعد، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكانت أول ما نزل من القرآن. هيروح فين في الوقت ده؟ ذهب مسرعا إلى بيته إلى زوجته الحنون خديجة رضي الله عنها وأرضاها. زملوني زملوني دثروني دثروني. قالت له يا محمد والله لا يخزيك الله أبدا. وبدأت يعني تتكلم على مناقب رسول الله وعلى صفات رسول الله. لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ماتت خديجة ما نسيها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى سمى حضرته هذا العام الذي ماتت فيه خديجة بعام الحزن، حزنا على هذه الزوجة الوفية. الوفاء في البيوت بين الزوجة وزوجها والزوج وزوجته، خاصة في أيامنا. الزوجة لو عندها وفاء لزوجها هتصبر عليه، والعكس صحيح. الزوج لو عنده وفاء لزوجته هيصبر عليها أو على كلامها أو على إذاها. وهذا للأسف النهارده بنسمع المشاكل كتير في البيوت، أصل الوفاء مفقود في البيوت إلا ما رحم ربي. هل نسيها النبي؟ أبدا والله ما نسيها. ماتت خديجة ما نسيها النبي عليه الصلاة والسلام. كان من عادته
إذا ذبح الشاة أول من يأكل من هذه الشاة صاحبات خديجة. النهارده ربنا يعني يبارك في أزواجنا جميعا. الزوجة لو ماتت بمجرد أن ماتت الإنسان ينسى نسيبه من ناحية زوجته، خلاص ماتت ومات معاها خلاص الأرحام. سبحان الله، لا، سيدنا النبي ما نسيها. وقد جرت العادة أننا دائما نجامل الأحياء على حساب الأموات. جرت العادة أننا نجامل الأحياء على حساب الأموات. خديجة تحت التراب، أول من يأكل من الذبيحة صاحبات خديجة. أرسلوا إلى صاحبات خديجة. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول له يا رسول الله هل أبدلك الله خيرا منها؟ وما تزوج النبي عليها في حياتها، ما تزوج النبي على خديجة في حياتها، تزوج بعد وفاتها. هل أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا. إزاي؟ يعني السيدة عائشة كانت بكر، السيدة خديجة كانت ثيب، تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة من هي في حسبها ونسبها ومالها رضي الله عنها. هل أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا. ليه يا رسول الله؟ بدأ يتكلم عن مناقبها وصفاتها. قال لا، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وكانت أول من آمن برسول الله وصدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن ربه سبحانه وتعالى. آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، آوتني وأعطتني مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، ولم يرزقني من غيرها من النساء إلا السيدة ماريا القبطية المصرية، رزقه الله عز وجل منها بإبراهيم، ومات وهو في سن 17 شهرا أو 16 شهرا كما قال بعض العلماء. ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها. صريح، فوالله ما أبدلني الله خيرا منها. كان دايما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة خديجة كان لها أخت اسمها السيدة هالة بنت خويلد. ساعة ما كان النبي يسمع صوت السيدة هالة من بعيد كان النبي يفرح ويستبشر بها فيقول اللهم هالة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي الحديث والقصة بتقول غارت من مين؟ من السيدة خديجة. والسيدة خديجة في الوقت ده فين؟ تحت التراب. غارت منها وهي ميتة، تقول فغرت منها، قلت يا رسول الله ما يعجبك من امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. هلكت في الدار يعني وقع أسنانها، ست كبيرة في السن وأسنانها وقعت خلاص، أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها، وكانت شابة في ريعان الشباب، قد أبدلك الله خيرا منها. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. شوف الوفاء للزوج حتى وهي ميتة، الوفاء للزوج يعني وواسته وأعطته وقالت له خلي بالك، لا ما تخافش، لا تخف ولا تحزن. الكلمات دي كان لها أثر طيب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كان ممكن تقول له من أول يوم سيبك من الأمر ده، مع أن النبي يعني أوذي وطرد وفعل معه ما لا يفعل. لو هي إنسانة مش كويسة لا ريح دماغك، قالت لا اصبر واحتسب لا يخزيك الله أبدا. وبدأت تصف النبي بهذه المواصفات التي اتصف بها النبي قبل أن يكون نبي وبعد أن كان نبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى الوفاء؟ وفاء مع الله، وفاء مع رسول الله، وفاء الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، والوفاء مع الوالدين. الأب والأم هو أقرب إنسان لك، الوالدين هم أحق الناس بوفائك. الوفاء للوالدين والوفاء للزوجة وغيرها
من هذه الأمور التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم بمشيئة الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. نسأل الله عز وجل أن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذه الدقائق وهذه الكلمات في موازين حسناتنا. اللهم ارفعنا وانفعنا وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.